ازيكم متابعينا الكرام؟ معلومة النهاردة: اوعي تحط مفرش فوق التلاجة. اوعي تحط مفرش فوق التلاجة. ليه الكلام ده؟ اولا كتير قوي بنروح لعملاء في مشاكل في التلاجة، ونروح نتفاجئ ان الفريزر مليان تلج والتلاجة مش مظبوطة وكمية التلج مش عادية، وخصوصا ان التلاجة مفروسة، ونتفاجئ الكاوتش بايظ. ليه؟ ست البيت من غير ما تاخد المفرش اللي فوق التلاجة بيطلع لقدام ويتقفل عليه باب الفريزر. باب الفريزر بيتقفل على حرف المفرش اللي فوق التلاجة. مجرد ما حصل فيه تهوية تفضل التلاجة يخش هواء عادي، الهواء العادي مليان بخار ميه، تمام، ويعمل جوه تلج ويسد لنا مجر الهواء في التلاجات المفروسه، وبالتالي يقطع التبريد تحت. يبقى التلاجة فوق بتبرد كويس وتحت مفيش تبريد، والاساس في كل المشكله دي كان المفرش اللي فوق التلاجة. لو شايفين المعلومه مفيده، الفيديو الجاي ان شاء الله هقول لكم ازاي تحلوا المشكله دي مع التلاجة. ولو شايفين المعلومه مفيده تابعونا واعملوا لنا لايك عشان تشجعونا